عايزين حاجة تسد النفس وتخليكم مش قادرين تاكلوا خالص؟ عندي، طلبكم عندي. بس الأول عايزة أسألكوا سؤال، ليه عايزين حاجة تسد النفس؟ يعني هل كل الحاجات اللي احنا عايشينها في الدنيا دي مش مقضياكوا؟ عايزين تاكلوها كمان؟ يعني احنا عايشينها وحاسينها، ناكل حاجة تسد النفس؟ أولا ده شعور وحش قوي. فكرة إن أنا أبقى نفسي مسدودة ده شعور وحش قوي، ربنا ما يكتبه على أي حد فيكم ولا علينا يا رب، لأنها بجد مشاعر مش حلوة. احنا ربنا خلق لنا الشهية بتاعتنا ومتعنا في الدنيا بمتعة الأكل، وهي متعة جميلة جدا جدا، واحنا بننبسط بالأكل، وده مش عيب ولا غلط ولا حرام خالص. ممكن نكون استخدمناها غلط، ولكن ممكن نبدل الكلام اللي انا بقوله بتاع حاجة تسد النفس دي بحاجة تشبعني. يعني ايه؟ يعني انا عايزة ان انا اكون شبعانة، ما نفسيش اكل كتير ورا بعض، صح؟ عايزة احس بالشبع، اوكي، كده تمام، كده انا معاكي. اول حاجة ممكن تحسسك بالشبع انك تاكلي حاجات فيها الياف تملى البالونة دي اللي هي معدتك. اكلتي خيار كتير هتشبعي، اكلتي دونتس هتشبعي، اكلتي كيك هتشبعي، هي بتشبع لما بتتملي، صح؟ صح. عايزين نملاها حاجات حلوة، نملاها حاجات تفيدنا، ما نملاهاش حاجات تضرنا وتتخلنا، تضرنا وتتخنى. دهون كتير، آلية كتير، زيوت، سكر، كل ده، دقيق كتير، كل ده يتخنى، صح؟ صح، ويضرنا، يجيب لنا أمراض. ولكن القليل منه علشان شهيتي الدنيا بتعدي وتبقى تمام. أنا بقى مطلوب مني إن أنا أملاها شوية حاجات مفيدة، فعشان كده بنقول ناكل السلطة الأول قبل الغدا. اضحك عليها، املاها الاول سلطه وادلع السلطه كده واخليها جميله، اوكي، وبعدين اديها البروتين ده اصلا بيتبلع بالعافيه، يعني لما تاكلي صدر فرخه بتقدري تبلعيه، هو كله بروتين كده وغلس كده، فبيقعد في البطن، تمام. مليناها السلطه، مليناها البروتين، ندخل بقى على الخضار، مثلا سواء بقى كوسه، سواء سوتيه، سواء الكاربس اللي هي الرز، المكرونه، اوكي، هاكل بقى ساعتها رز ومكرونه قليل قوي، ابقى انا كده ايه، ضحكت على معدتي. عكس لما انا ابتدي الاول بالكاربس اللي هي الرز والمكرونه والحاجات دي، تخليني عندي شراهه وسكر الدم يعلى، فابقى عايزه اكل اكتر. حاجه تانية جميله جدا، عندي مثلا بذور الشيا. بذور الشيا دي لذيذه قوي، انا باخدها كده، ما بناخدش منها كتير ربنا يكرمكم، عشان انا عارفه هنسفها بقى بعد كده. هي بتعمل لنا امتلاء، هي مفيده، ولكن كترها برضو مش حلو، فمش هنكتر منها، تمام. هاخد منها معلقتين صغيرين ممسوحين، او ممكن اقسم المعلقتين دول اللي ليا في اليوم، ممكن اقسم المعلقتين دول ازاي، على معلقه على الميه ومعلقه على علبه الزبادي اللي هاكلها بالليل، تمام، او على كوبايتين ميه لو انا بجوع كتير وعايزه احس بالامتلاء ده كتير قوي. كوبايه الميه دي ممكن يبقى عليها عصره ليمون او تبقى ميه بس، واقوم حاطه بذور الشاي بتاعتي كده ومدوباها، وما بشربهاش الا وهي نافشه. لما تنفش بقى في ميه، تنفش في زبادي، المهم ان الكلام ده لازم يقعد حوالي تلت ساعة لحد ما يبقى لزج، وبعدين اقدر اشرب. بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده، هو بصوا، بتبقى لزجة كده زي ما انتوا شايفين. لما بتنفش كده بتنزل تنفش تاني في المعدة، فبتسبب ايه؟ امتلاء. اشرب المية دي امتى؟ قبل الغدا، اشربها الصبح ما بين الفطار، مثلا بعد الفطار بساعه كده اقوم شاربه كوبايه الميه دي، فما جوعش، فاخد سناك تانية، تفاحيه، خصايه، طبق سلطه، تمام، وبعدين اروح اتغدى، فابقى في النص ما عكتش، اللي هي ايه، بدل ما اخد البسكوته وبدل ما اخد الكحكايه وبدل ما اعوز ساندوتش الجبنه، اللي هو مش سناك ده ابدا ابدا. اوعي جواي تخشي تعملي ساندوتش جبنه وتقولي دي لقمه قد كده. امبارح واحده كاتبالي ولسه ما ردتش عليها في كومنت،
انا منعت ومنعت ومنعت بس باخد طبق رز كبير. لا، ما تمنعيش وتمنعي وتمنعي وتاخدي طبق رز كبير في الغدا. لا، ما انت اللي منعتيه حوشتيه كله في طبق رز كبير. لا طبعا، ما ينفعش. احنا بنتعامل مع الرز والمكرونه والسكر والدقيق بحساب، بحساب كبير. انا العيش بالنسبه لي بقى بعبع، وانا بموت في العيش. نقطه ضعفي ان انا اقف قدام فرن والاقي العيش سخن كده وابقى عايزه اخد رغيف اكله حاف. انا كنت بعمل كده في العربيه، احط الكيس ورا ولا جنبي، وطول ما انا ماشيه باكل رغيف عيش حاف. عيش فينو بقى، عيش بلدي خطير كده سخن ومفقع يجنن. فانا اللي عايزه اقوله لكم انه بلاش تتعاملوا مع شهيتكم، وان انتوا عايزين تاكلوا اكل يشبعكم، ان انتوا عايزين تسدوا نفسكم. لا، ما تسدوش نفسكم. خلي عندك ترمومتر، فرقي ما بين انك وانتي بتتغدي مثلا او وانتي بتتعشي، انك وانتي بتاكلي. احنا اتعودنا ان احنا احساس الشبع بتاعنا هو الامتلاء، اللي هو مش قادره اتنفس، خلاص مش قادره. لا، ما بقاش مش قادره. لا، في فرق. تكة الشبع بتيجي لما تحسي بتكة الشبع، خلاص وقفي، وقفي خالص. هتفرق معاكي فرق لا تتخيليه. ما بعد التكة بتاعت الشبع دي هو اللي هيدخنك. كل اللي أكلتيه قبل تكة الشبع ده مش هيدخنك. سيبي مكان للنفس، سيبي مكان للمية، سيبي مكان للنفس. موضوع ان احنا مش قادرين نتنفس ونبقى قاعدين على الكنبه مش قادرين نتنفس، ده غلط جدا. شيلي كميه السكر الكبيره اللي في مشروباتك، زودي حركتك، ومن فضلك حاولي تملي بطنك حاجات صحيه، حاجات سعراتها الحراريه قليله، ولما تدوب في جسمنا تفيدنا، ما تضرناش. هو ده اللي انا عايزه اقوله لك النهارده. وبلاش حد يبعت لي يقول لي تاني عايز حاجه تسد النفس، عشان في حاجات كتير قوي في حياتنا ممكن تسد النفس، وانا مش عايزاكم تسدوا نفسكم. بالعكس، استمتعوا بالشهيه. واحنا الحمد لله صحتنا كويسه، عندنا كام كيلو زياده هم اللي عايزين ينزلوا بننزلهم باي طريقه سليمه وبالراحه وبالعقل وبالمخ، وكله من هنا يا جماعه، من هنا. فكروا وانتوا بتاكلوا انا باكل قد ايه، ركزي وانت بتمدي ايدك على المعلقه الخامسه، على حته الجاتوه الكامله كده. خافي، لا كفايه. ما تقوليش ما جاتش على دي وما جاتش على دي وما جاتش على دي. هتلاقي عندك كده كوم حاجات ما جاتش عليها. اكتبي كده كام حاجه انت ما جاتش عليها، ما جاتش على الحته دي، وما جاتش على اللقمه دي، وما جاتش على بواقي العيال دي، وما جاتش على حته الحلاوه دي، وما جاتش على اللقمه دي. دي اللي هتخني، هي دي اللي هتخنك. كلي لحد ما تحسي بتكه الشبع. خدي التمرايه واستمتعي بيها. اشتري تمر غالي طعمه حلو، بدل ما تشتري شوكولاتايه وحته جاتوه بقد كده ومش عارفه ايه بقد كده. كلي حاجه صحيه انتي مبسوطه بيها. استمتعي بطبق السلطه، زودي له حاجات، بدل برضو ما تروحي تجيبي واحده دونتس، اشتري واحده افوكادو، جربيها ودوقيها وخدي فايدتها وحيقيها وحطيها على السلطه، وهكذا. غيري فكرك علشان تقدري تخسي بالراحه من غير اكتئاب. والدايت اللي انا بتكلم عنه دايما يا جماعه هو دايت متوازن، يعني ينفع لاي حد في الدنيا، الحامل واللي بترضع واللي بتعمل اي حاجه. لانه اذا انا لا اعاني من اي امراض، مجرد ان انا عايزه انزل وزني، فبالتالي انا بقول لكم دايما تقللوا نشويات وتقللوا سكريات او تمنعوها وتبطلوا آلية. قولوا لي الحامل واللي بترضع دي محتاجه آلية في ايه ومحتاجه كاربس في ايه. الحامل واللي بترضع محتاجة ان هي تاخد جرجير وتاخد مية كتير وتاخد كالسيوم في علبة زبادي، تاخد كوباية لبن يوميا، تفيد نفسها بطبق سلطة وتشرب مية. مفيش اي حاجة في اللي انا بقولها ممكن تكون بتضر حامل او بترضع او اي حد عنده اي حاجة، الا ان هو بس ينظم اكله. انا بقول لكم نظموا اكلكم، ده مش دايت، سموه نو دايت. بس كده. جاوبوا بقى في الكومنتس وسيبوا لي اسئلتكم، والاسئله بتاعتكم اللي في الكومنتس دايما هي اللي بتبقى يعني مرجعيه ليا ان انا اعرف انتوا بتحتاجوا ايه واعمل لكم فيديوز ازاي وكده. وعارفه ان انتوا مستنيين افكار للغدا وافكار للعشاء، واحنا عملنا الفيديو اللي قبل ده للفطار ومشروب الكرفس، فمن عناية الاثنين. مش عايز اطول عليكم، يلا سيبوا لي الكومنتس، ولو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له شير وكومنت ولايك وقلوب وكل حاجه. بحبكم جدا جدا، وباي باي.